ده يا جماعه على فكره مهم جدا لاي حد عايز يشتري عربيه، والله اسمعوا الكلمتين دول. انا احمد وهربت انت منه، وهربت منه ليه؟ عشان الناس تيجي لك تكشف عنك. احمد قال لك لو انا رايح اشتري عربيه اعمل ايه في المبدا عشان بس حتى اطمن بنسبه 50% وبعد كده اجيبها لك تكشف لي عليها. انا كرايح اشتري مش عارف اطمن على ايه؟ كام لقطه كده. اول حاجه هنفتح الكتاب تمام، مش عارف عربيات عشان انا تحتيها، وهنبص على الفلتوهات. تمام. الكلام ده يا جماعه على فكره مهم جدا لاي حد عايز يشتري عربيه، والله اسمعوا الكلمتين دول. هنبص على الفلتوهات. تمام. الفليتو المصري اللي بيتعمل فليتو طري، عامل زي اللبان كده، او مش اللبان، عامل زي السيليكون شويه. تمام. فين بس فين؟ الفواصل بتاعت البطاحات. تمام، او اي وضح كده. عنده الفليتو بتاع الكابل. تمام. هيبص على المسامير. تمام. المسامير دي مفكوكه قبل كده ولا لا؟ خلاص اطمن على الكلام ده، يبتدي يخش يبص على الدوافر. تمام. هيشوف الدوافر. معيش جهاز، هبص بالايه؟ بالقلم. معهوش حاجه خالص. القلم بعينه هو. فك كاوتش الباب مثلا. مفيش حد بيرش في مصر نفس رش الفابريكا اللي احنا بنسميها البنطه. يعني ولا انت؟ كاوتش الباب مثلا. هيلاقي ولا انت؟ عالية. ولا انت؟ ولا انا؟ لا مالكش دعوه. حسب الاختيارات، انا حسب التسعيره. انا عندي 2 مسدس يا باشمهندس احمد. واحد فابريكا واحد مش عندي فابريكا. مسدس يدي طب البنطه الخطوه بتاعتي. مش هيروحوا يشتروا بعد كده يجوا يكشفوا. فاكر كاوتش الباب يا هندسه وبص على البنط. هيبص على الزومه. تمام. هيعمل الزومبه بضفره. تمام. الزومبه معموله بفيلر بضفره كده، وهو بيدوس عليها جامد هيطلع. جميل، ده كده في الاوائل. لو الزومبه فابريكا لا يمكن. راح للشنطه. تمام. هيروح للشنطه، هيشيل الكاوتش ويبص على حرف الشنطه. الشنطه بيبقى ليها الحرف بتاع الكاوتش ليه شفتين مربوعه، يشوف الشفه دي متحركه ولا مكانها مفتوحه، ويبتدي ينزل يبص على النصر ويبص على الفليتوهات بتاعه السلاحين. تمام. بتوع الرفرف الخلفي. تمام. يشوف الفليتو بتاع، هي دي الحاجات البسيطه. ويبتدي يبص بعينه، يقف كده، انا اسف زي ما انا كده هقف، ويبص على العربيه، يقف بزاويه ويبص على البنطه بتاعه الورنيش. حلو. البنطه العربيه مرعه، تمام، عامله كده، ولا البنطه جايه ثابته، يعرف العربيه دي رشه ولا لا. بس دي معلومات بفلوس. وده بقى كده بقى يجي فلوس كتير قوي. يجي بعد كده بقى يجي انا اطمنه باذن الله. بالنسبه بقى للميكانيكا والكهرباء او نوبه، افتح الحوض العربيه لقيت الضفيره ماشيه تمام وسلوك المجات نظيفه والدنيا حلوه، افتح غطا الزيت وانت بتدور، لقيت بخره او لقيت حاجه اقفل الغطا تاني كده، المكنه خفيف. مساعدينك بتشوفها بايديك، اقعد كده دوس على العربيه ورا قدام واكتشف المساعدين والعفشه، وجرب حضرتك على الطريق الفتيس مريح معاك في غيارات ولا مش مريح. لو عربيه اوتوماتيك وهي ماشيه على الطريق اقلبها استبترونيك، شوف الغيار جايب ولا مش جايب نفس السرعه بتاعت العربيه. والعربيه اما باستمرار بيبقى في الاوتوماتيك من 2.5 ل 3 الا ربع على السرعات العاليه بعد ال 120. كشفت على شويه الحاجات دول، تعالى بقى الرامي خلاص بقى وادفع وانت مطمن وشويه العربيه سليمه.